السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ فيديو اليوم حلو وخفيف وسريع عن مجموعة عطور جديدة نازلة في مكياجي. 4 عطور، كل عطر حجمه 50 ملي، يعني الحجم وايد عملي خصوصا للشنطة. وبعد هاي العطور نازلة في مجموعات كاملة او فول سيت، عبارة عن العطر والشاور جل والبادي لوشن، 3 منتجات. والشيء الأحلى بعد إنه ممكن تشترين الست الأكبر، أظن فيه 5 منتجات. أعتقد البادي سبراي بعد يكون زيادة، وعطر بعد حجمه أصغر. بشكل عام عطور مكياجي أسعارها رخيصة، يعني هالعطور اللي براويكم إياها قلت لكم حجمها 50 ملي، بس سعر العطر الواحد 49 درهم. وأحيد إذا تشترين 3 عطور يطلعون عليك ب99 درهم، فيعني العرض ما يتفوت. فقلت خل اشارككم رايي في هاي العطور. هالمجموعة عبارة عن 4 عطور نازلين في شهر اكتوبر، وشهر نوفمبر بتنزل بعد 4 عطور زيادة. تبون الصدق حبيتهم هذه مالات اكتوبر، لكن مالات نوفمبر وايد متحمس لهم واتخياهم ينزلون، لان هذيك المجموعة حبيتها اكثر من هذه. ما اعرف، المجموعة الثانية حسيت بها تناسبني انا اكثر، بس بعد هاي المجموعة اللي نازلة الحين في اكتوبر في منها اشياء وايد حبيتها واشياء نص نص. يوم بستعرض وياكم كل عطر بخبركم عنهم. ميزة عطور مكياجي على انها رخيصة، ثباتها وايد حلو. يعني اذا رشيتي العطر وطلعتي ورديتي، او مثلا في البيت او whatever، العطر يتم ثابت، ما يخاف، ما يختفي. يعني انا جربت بعض العطور ماركات واسعارها غالية لكن ما تتم الريحة، او مثلا تتغير. عطور مكياجي يوم عقب فترة تدفى الريحة تستوي أحلى وتحبينها أكثر وتتم ثابتة. هالشي وايد مميز عندهم، فحبيت أشارككم هاي النقطة. ال4 عطور نازلين في باكجينج حلو عملي، الألوان تجنن. فتعالوا على السريع أراويكم إياهم. ببدأ وياكم في العطر، من العطر اللي أقل واحد حبيته إلين أكثر واحد حبيته. طبعا هذا ذوقي أنا هالعطور مثلا اللي تناسبني أو اللي أحبها. أفضل العطور اللي فيها مسك وعود، عنبر، أو عطور فيها روايح الورد. هذه المفضلات عندي. عطور الفواكه مو بوايد ربيعتها، السويتس، عطور الحلويات نص نص. فأول عطر بخبركم عنه اللي هو فروت بانش، اللي هو هذا البرتقالي. اللون طبعا يجنن، أنا وايد أحب البرتقالي بكل درجاته، لكن للأسف هالعطر ما يعجبني وايد لأن ريحة فروتس. أنا مو بوايد مثل ما قلت لكم، مو بوايد عطور الفواكه، فهذا ما حبيته وايد. صح استخدمته شوية بس، اللي تحب الفواكه هذا وايد بيعيبها، بس اللي مثلي ما تحب وايد عطور الفواكه ما اعتقد ان هذا بيناسبها. ثاني عطر لونه شي تركواز، اسمه اكوا روزا. حلو بعد هذا شكله، هذا نص نص بالنسبة لي. ريحته شوي رد على ريحة نظافة، هالشي الحلو اللي فيه. وريحته باردة، مو بحاشة، مو قوية، هادية الريحة، خفيفة. يعني صح هي ثابتة لكن الريحة خفيفة مو بوايد قوية. مرات أحس إنه حلو ومرات نص نص، أحيانا أستخدمه بروحه وأحيانا أخلطه بالعطور الثانية. ثالث عطر الحلو فيه لونه وبعد مكتوب عليه اسمي اللي هو سبرينج بلاسم. مكياجي كانوا ظريفين وما قصروا وكتبوا أسامينا على العطور، فهذا اللي كتبوا عليه اسمي. العطر وايد وايد حلوة ريحته، رد ريحته على الورد. صراحة عجبني. مثل ما قلت لكم العطور ثابتة، ريحته ريحة ورد وفيها شوية عود، أحس إن فيه ريحة عود خفيفة، وبعد شوية ياسمين. وآخر عطر وأحلى عطر عندي اللي هو سيكريت جاردن. لونه جميل وريحته ولا أروع، ريحته وايد دافية، أحس بها هذه الريحة اللي هي تناسب الشتاء. ريحته يعني راد فيها عنبر على
مسك على ورد. فهمتوا علي؟ اتوقع انكم فهمتوا علي. هاي روايح انا وايد احبها وافضلها. اول عطر برجع اشتري بس اخلصه اللي هو سيكريت جاردن، وبرجع اخذ من الاخضر بعد. هاي وايد انا عايبني. وهذه كانت يا حلوات العطور الجديدة اللي نازلة في مكياجي. انصحكم صراحة تجربونها تشوفونها. في منها كذا ريحة بتناسبكم. شفتوا انا في منهم مثلا عطرين وايد حبيتهم، وعطر نص نص، وواحد لا ابدا ما حبيته. بس هذه في النهاية مسألة اذواق. حاولت قد ما اقدر اني اشرح لكم تركيبات العطور، يعني انا مو بوايد شاطرة في هالشي، بس قد ما اقدر حاولت اشرح لكم لان حابة هالعطور وجربتهم، وان شاء الله ناوية ارجع اخذ الست العطرين منهم. قلت لكم الاخضر والبنفسجي، اللي هو البادي لوشن والشاور جل والبادي سبراي، لان احس الروايح قوية. وان شاء الله بس تنزل عطور شهر نوفمبر اكيد باخذهم كلهم، وبسوي لكم جزء ثاني على هذيلاك العطور بس ينزلون. ان شاء الله تكونون استفدتوا من هالفيديو، ولا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت. مع السلامة.